صباح الورد والفل والياسمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني قد الدنيا كلها. يا رب تكونوا كلكم بألف خير. طبعا احنا صحينا الصبح اول حاجه خالص عملنا، لقيت جوزي جايب فطير وقال لي بقى ايه، اعملي بيض واعملي كده هاتي جبن. حتى كنت مخلصه عسل، قلت يلا مش مشكله وقلنا نفطر. بصراحه الفطير كان طعمه حلو قوي، وقلت يعني الحمد لله بقى احنا قدنا فطرنا بقى فطار حلو والحمد لله وكده زي الفل. بقى يبقى الغدا غدا خفيف، يعتقوني والغدا يبقى خفيف. لا زي ما انتوا شايفين كده يعني. كانت الساعه 2 يعني جايبين لي الفرخه ديت وطلبوا محشي الساعه 2. يعني حطوا نفسكم مكاني، اعمل ايه؟ يعني انا عما جهزت شويه التجهيزات دي كنا دخلنا على الساعه 2:30. المهم مش مشكله بقى، بصوا يعني هو ربنا بيعين بقى وربنا بيدي الصحه، وبدل ما انت قادره تقومي تعملي. المهم قمت طبعا بقى قطعت طماطم، لميت بقى كل الطماطم الحمراء اللي عندي، وقطعت بقى بصل عشان اعمل التقليه وكده. انا مش كل ده مش في دماغي، واعمل محشي عادي والدنيا بسيطه. المشكله بقى ان ما شاء الله الفرخه اللي جايبينها لي يعني دي كرومي يا جماعه، دي كرومي رهيبه كبيره وهتاخد وقت شويه في التسويه. فقلت لهم يا جماعه كده هنتاخر في الغدا، يقولوا لنا لا ما مالكيش دعوه احنا فطرانين ومية مية واطبخي براحتك وناكل مع بعض. انا قمت عملت ليه، لان بقى فرصه جوزي قاعد، فقلت لا مادام هو قاعد برضو بينه وبينكم يعني في سركم، يعني لازم برضو ايه اطبخ طبخه حلوه، لانه نادر ان هو يكون موجود معانا. قمت قايمه، هو كده كده بقى ما وراناش حاجه، الشقه نظيفه واتمسحت وكل حاجه تمام. قلت خلاص مش مشكله، اسلي نفسي بقى ايه في شويه المحشي دول. طبعا بقى اول حاجه حطيت بقى سمنه وزيت، حته سمنه بلدي. طبعا السمنه البلدي بتودي الاكل في حته تانية خالص، وعلى فكره صحيه جدا. يعني انا فترات ما كنت بعمل رجيم وكده كان الدكتور منعني من اي حاجه، قال لي ممكن قطعه السمنه البلدي دي عادي ما فيهاش مشكله. المهم طبعا بقوم بقى مشوحه البصله، بس ما بحبش ان انا احمرها بزياده بقى علشان ما تبقاش حاميه. وضربت الطماطم ما بصفهاش، يعني طماطم المحشي مش لازم تتصفى، بتبقى حلوه قوي وبتحسي ان هي لها سمك كده. وبقوم حاطه بقى الاول صلصه معجون طماطم اللي انت بتشتريه، بتحمر لك بقى المحشي وبتخلي لونه حلو قوي. وحط البهارات بقى، حط اللي انت عايزاه. انا حطيت ملح وكمون وكزبره والسبع بهارات. وطبعا اساسي الكمون يا جماعه، يعني هو اساسي الكمون. المهم طبعا بقى هخلط بقى الكميه دي كلها مع بعضها، وهسيبه بقى تتسبك كده مع نفسها، واشوف انا لسه هعمل ايه. يعني كتير عليا والله، والله كتير عليا اللي هما بيعملوه فيه. طبعا مسكت بقى الفرخه نضفتها كويس جدا، من بره ومن جوه، غسيل يعني تنظيف حلو. بس ما صورتش، انا مصوره معاكم كتير قبل كده. همسك بقى ايه اعمل لها خلطه بقى كده، لان طبعا هنطبخها على طول، مش هعينها في الفريزر ولا حاجه. همسك بقى خلطه حلوه كده ان انا ادعكها بيها. انا حطيت دقيق، وحطيت كمان شويه خل حلوين، وهمسك برضو واحط ملح، وامسك بقى الليمونه ادعكها بقى فيها يمين في شمال. عايزه اقول لكم ان كانت ريحتها حلوه قوي. امسكي الليمونه دي فعلا، ادعكيها كويس فيها، لا بتفرق معاكي جامد. انا كنت مفكره ان الفرخه دي هتغيب قوي بالزياده عما بتستوى وكده، لا والله عجبتني جدا. وشربتها ولا شوربه البط، بجد بجد كان شربتها حلوه قوي. خلت اصلا طعم المحشي جميل، وما خدتش والله. يعني انا بقيت اقلبها بقى يمين في شمال كده على نار هاديه، وسبتها براحتها على ما حشيت بقى وخلصت والمحشي اتردد وخلص. كانت هي ما شاء الله استوت على نار هاديه خالص. لا واستوت لان انا اصلا من طبعي بحب الحاجه يعني مستويه قوي، ما احبش الحاجه تكون بتشد او كلام من ده. المهم طبعا بقى شايفين، يعني أنا حتى هوريكم، يعني بجيب بقى طبعا من كل مكان، لا نضيفه تنضفت تنظيفه حلوه. همسك بقى شطفها بقى من الخلطه اللي انا كنت حطاها دي. شايفين اصلا هي شكلها عامل ازاي، شكلها يتحدث عن نفسه والله يا جماعه. المهم همسك برضو ديت كانت القنصه هغسلها كويس. وهمسك بقى ايه، حبيت ان انا بيني وبينكم اعمل لها خلطه، يعني حبيت ان انا الفرخه اعمل لها خلطه من جوه. قطعت بقى، يعني فاهمين اللي هي الخلطة العادية خالص، هتقطعي بصل وهتقطعي كمان طماطم. وكان عندي جزرية قلت برضه اما احطها، ايه المشكلة يعني، ما الجزر برضه بيبقى حلو قوي. وهحشي بقى الخلطة دي كلها جوه. قطعت الطماطم وقطعت البصل، وكمان هقطع الجزر. عايزه اقول لكم ان انا شكرا قوي على تعليقاتكم الحلوه. بجد والله بجد كلامكم الحلو ده يعني بيفرق معايا جامد. ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. ولو انت بقى لسه جديده معانا في القناه، لان انا بيجيني ان اللي بتفرج يعني غير مشتركين كتير، يعني اللي لسه ما اشتركوش في القناه كتير، يا ريت بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، طبعا فضلا وليس امر. المهم بقى هحشي خلاص بقى الفرخيه بتاعتي المحترمه الجميله ديت، وجيت بقى اكتف.
اكتفها يمين، اكتفها شمال، اجيبها هنا اجيبها هنا، ما هيش راضيه. طب انا اعمل فيك ايه يا دي الفرخه، انت اللي حيرتيني. قمت رابطه رجليها، يعني ما لقيتش حل بقى الا كده طبعا، عشان تبقى رجلها كده شكلها كده منسق وشكلها حلو. فمعرفتش، عظمها ناشف، فكان صعب قوي ان انا اظبطها. قمت ربطها ومخلصه نفسي. طبعا بقى حطيت حته سمنه بلدي، وحطيت البصله دي بقى اسمها تشويحه كده، تشويحه ليها قبل ما اضيف عليها الشوربه بتاعتها. وحطيت بقى ملح وفلفل، وحطيت كمان بقى اللي هو اللهم صل على النبي حبهان ومستكه وورق لورا، وكبابه صينيه. الحاجات دي كلها تتلف مع بعض شويه. اول ما الصوص بتاعها ينزل وهي تشربه تاني، تحط الشوربه، يطلع لك احلى شوربه ممكن تتخيلي. هنا بقى طبعا التسبيكه خلاص عندي بتقول انا كده خلاص تمام قوي. قلت بقى ايه، اسلق ورق العنب. انا ما حبيتش النهارده اعمل كرنب، انا طبعا لسه عندي كرنب كتير والله، بس انا يعني اشتقنا بقى لورق العنب. كل سنه وانتم طيبين بقى الموسم بتاعه، فانا اصلا كنت مشتاقه له. فالمهم قلت لا، النهارده ان شاء الله باذن الله نعمل ورق عنب. طبعا كنت مقطعه اصلا، يعني مقوره كوسه وبرنجان كانوا عندي. وهنا بقى بسلق. انا مفيش بحط في الميه شويه ملح عشان برضو يبقى ليه طعم كده، وهحط حبه كمون صغيرين. بس خلصنا وظبطنا الدنيا وكله تمام. خدت حاجتي بقى كلها ورحت فين، اقعد في الطراوه بقى بره في المروحه كده، واقعد كمان معاهم يا جماعه، نفضل طول القعده قاعده في المطبخ. طبعا الفرخه بقى ولع عليها، ضفت لها الشوربه بتاعتها وولعت عليها نار هاديه شويه، واخدت طلباتي كلها وحاجتي وفرشت هنا بقى فوطه كده، وقعدنا بقى. الرز طبعا انا كنت حاطه فيه الدقه دي، ما اتصورتش معاكم، توم بفلفل احمر كده، في حته فلفل حراق، مع الشبت بقى، مع الصلصه. شايفين الصلصه اصلا حمرا ازاي؟ معلقه الصلصه انت بتضيفها في الاول دي بتفرق معاكي قوي. الحله بقى اللي كان فيها الصلصه، حطيت بقى بقيه الصلصه اللي انا مش عايزاها، عينتها خلاص. وهنا بقى ايه، حطيت برضو شويه، عارفين انتوا الخلطه اللي انا بحطها في ارضيه المحشي دي، حطيت شويه. وهحشي بقى البرنجان. انا ما حمرتش البرنجان المره دي، وكمان انا دايما ببقى احشي البرنجان كده، يعني زي ما بحشي المحشي. لا انا حبيت اوقفه المره دي برضو بصراحه، ما خدش مني وقت خالص في التسويه. حشيت بقى في الحله دي الكوسه، وحشيت البرنجان، وحشيت كمان فلفل اخضر وفلفل احمر. وهبدا بقى ايه، كنت حسيت ان الحله لسه محتاجه فلفل كمان، قلت لهم هاتولي بقى كمان فلفلتين كده. حشيتهم وكملتهم. وقلت بقى اقوم ايه، على ما احشي الحله دي يكون عندي الحله دي استوت، يعني فاهمين، ننجز وقت برضو، بحيث ان انا ما احسش ان انا متاخره ولا حاجه. الغريبه بقى عايزه اقول لكم، شايفين بقى الحله دي خلاص توكلت على الله راحت هناك بقى. طبعا سقيتها برضو شوربه وولعت عليه. اول ما بتغلي كده بتقومي مهديه النار شويه بقى، تستوى برضو على نار حلوه كده، لا هي هاديه قوي ولا عاليه قوي ان الحاجه، فاهمين، تحسوا انها بتفرقع كده. قعدت بقى اكمل حشو الورق عنب، ما خدش مني حاجه. والغريب يا جماعه ان انا خلصت بدري، انا اصلا بقيت حاسه ان انا اخلص بقى يعني متاخر قوي. والله الحاجه ما خدت مني وقت. سبحان الله، هو في شغل كده بيبقى يعني النيه سليمه فيه، بتحس ان الحاجه بتخلص بسرعه. وفي شغل ويمكن ساعات بيبقى بسيط وبيبقى دمه تقيل، وعما بتخلصيه بتكوني انت اصلا هبطتي. لا والله ما خد مني وقت. وورق العنب يعني ما شاء الله خلص معايا على طول. هسقيه بقى شوربه. طبعا بحط مصفى بقى، لان الشوربه يعني فيها بقى بصل وحاجات من دي، مش عايزه ان انا احط الحاجات دي كلها. المهم بقى طبعا هصفيها واسقي بقى ورق العنب. انا ورق العنب بزود شويه الشوربه بتاعته يمكن عن الكرنب، يعني حبه بساط يعني مش كتير، زي ما انتم شايفين بالظبط. ده انا بسقيه بالمنظر ده. وطبعا بقى بتهزيه كده بحيث ان الشوربه تنزل فيه كمان من تحت، وتحطي بقى التاتش الاخير بتاعك اللي هو الليمونه اللي من فوق دي، تديله بقى مزازه وحلاوه كده اكتر ما هو حلو اصلا، هو مسكر اصلا يعني فاهمين، دي بتزيده حلاوه بقى. هغطيه بقى واسيبه بقى يستوى كده مع نفسه. واشوف بقى ان لسه ورايا ايه، الرز الاحمر الحبه الصغننين دولت اللي اتبقوا، قلت بقى ولع عليهم بقى ايه، يعني خساره يعني هتوديهم فين، هم حبه صغننين اتبقوا. بقوم بقى طبخهم في الحله دي، بيبقى طعمه حلو قوي. ضفت لهم بس كمان معلقه صلصه. الفرخه بقى شايفين يعني انا بقلب يمين في شمال بحيث ان كل حته فيه تستوي، وبرده مش عايزه الشوربه بتاعته كتير عشان يبقى طعمها حلو كده. عندي بقى حاجات كتير خلصت، يا دوبك بقى هدخل اللي انا احمر، وابدا بقى ان انا اغرف الاكل بتاعي. طبعا بقى طلعت بقى، قلنا نقعد بقى يا جماعه قاعده بقى نخلي بساط احمدي كده. وبصراحه ما بتحلاش اصلا القعده الا القعده كده. حطيت بقى الصينيه، واول حاجه خالص بقى حطيتها ورق العنب. عايزه اقول لكم كان جامد 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 والله، يستاهل بقكم. وشايفين بقى الحلاوه، شويه كوسه بقى وبرنجان وفلفل، لا تحفه الاكل النهارده كان بصراحه حكايه. المهم بقى ده الرز الاحمر، شايفين بقى مفرفر وحلو ازاي. عشان تكسبي ما تكترولوش الميه قوي، وهدي عليه النار علشان ما يعملش طبقه من تحت. كده بيبقى الموضوع، شوفوا عامل ازاي على الارض، مفيش ارضيه اصلا، وكمان مستوي زي الفل.
هنحط بقى انا ما حبيتش ان انا الفرخه الكبيره دي ان انا احطها تحت الشوايه. حسيت ان هو لو في فرن عادي غاز هيبقى جميل، انما تحت الشوايه هيعمل لي بقى حته حمراء. وانا حمرته، حطيت حته سمنه بلدي حلوه كده وحمرته. وقمت كمان قلت بالمره عشان ارش برضه على على الورق العنب حته سمنه بلدي. لا بصراحه الاكل ريحته حلوه. عارفين انتوا بقى اللي هو البلدي يوكل ده فعلا بجد. لا الاكل النهارده كان يعني الحمد لله كان زي الفل. كده خلاص بقى. انا بصوا الاكل كان سخن جدا، يعني انا كنت اصلا بقطع ايديا مش قادره اوصف لكم بقى الاكل كان عامل ازاي. شايفين بقى استوت ازاي؟ لا والله استوت يعني ما شاء الله. كانت خلاص شايفين اصلا اللحمه بتفك من بعضها. ده الفيديو بقى بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. بحبكم في الله. مع السلامه.